بجد التحية لحضراتكم مرة تانية، وبرحب بالأستاذ الدكتور إبراهيم فوزي. أهلا يا دكتور. شكرا. نورنا. أهلا بيك. شكرا. أهلا بيك دكتور. كده مباشرة كده هبدأ معاك من سؤال لفترة طويلة الحقيقة، ودي يعني اللي حصل فيها الانهيار عندنا لغاية قبل ثورة يناير كده، كان في فعلا حملة تشهير بفكرة الصناعة عموما، انه صناعه ايه، والتريقه بقى على ايام ما كان لا الشعار اللي رفعه عبد الناصر من الابره للصاروخ، يعني بدات من انه ليه تدخل كل حاجه تصنعها، وبقى حتى وصلت لدرجه انه لا ايه الصناعه، يعني صناعه ايه اللي نضيع فيها وقت ونضيع فيها استثمارات وكده. هل في ممكن تنميه حقيقيه في بلد من حجم مصر تهمل قضيه الصناعه؟ لا، الإجابة واضحة طبعا. لا يمكن يعني لدولة بالتعداد المماثل للتعداد المصري أن تقف على قدميها، مش عايزين نقول تتقدم، بدون الاهتمام بالصناعة. أصلا إنها تقف على رجليها أصلا ما ينفعش من غير الصناعة، بدون الاهتمام بالصناعة. نعم. ولما الإخوة يعني يتكلموا عن حاجات اقتصادية ومؤشرات والنمو والعجز ولا آخره، احنا بنقول لهم طب ادوا لنا مثال دولة قدرت تقف على رجليها من غير صناعة. يعني ده يعني ضرورة من ضرورات نقول ايه التواجد المصري بالقوة التي نرجوها وبالسمعة التي نحلم بها بين دول العالم. لا يصح ابدا ان مصر تستورد بقائمة يعني 3 أمثال ما تصدر به، وتستورد حتى المكونات الغذائية المطلوبة للشعب المصري. نعم. طب بعد كده يبقى فيه ايه؟ نعم. فديت. وبعدين من زمان خالص يعني انا كنت بقول ان ايه مشكلة الصناعة بصفة عامة؟ لا يوجد صناعة تطورت في اي دولة بدون اسهام ايجابي من الحكومة. يعني الحكومة لابد ان تدفع لاعب رئيسي، او هي اللاعب الرئيسي. هي اللاعب الرئيسي. نعم. يعني اذا كان الناس متصورة انهم هيسيبوا كده اصحاب الاموال الخاصة ويدخلوا في الصناعة ويتصرفوا هم لوحدهم كده. يعني مصر بالذات بقى لها وضعية تانية، ان فيها لوبي قوي جدا من المستوردين. ودول طبعا كل واحد بيدور على مصالحه. فلا يعني لا يجد من يقف امامه من اصحاب الانتاج الوطني. نعم. ليه؟ لان اصحاب الانتاج الوطني لابد ان تقوم الحكومه بتدعمهم. وانا لما كنت في الوزاره زمان كانوا مثلا بتوع الاتحاد الدولي، بتوع الاتحاد الاوروبي، وبتوع بقى المنظمات الدوليه بيقولوا ايه؟ القطاع العام ده انتم مخلينه ليه؟ القطاع العام ده هو سبب المشاكل في مصر كلها. الحكومه لا تنتج، الحكومه ملهاش دعوه، الحكومه تنظم. فانا كنت برد عليهم ببساطه شديده، يعني بما يظهرونه ويعلنونه من ارقام. في سنه 95 انا عايز اتوقف هنا ونسمع من حضرتك سنه 95 بملاحظه مهمه جدا. كل الدول اوروبا الغربيه بعد الحرب العالميه الثانيه كان عندها قطاع يعني وهي في ازمه من نوع البنائي، عايزه تبني طبعا مكان التخريب بتاع الحرب، كان عندها بنسب مختلفه طبعا، لكن قطاع عام قوي جدا وفي مجالات متعدده جدا. بالظبط. فييجوا هم يتعلموا علينا ويقولوا لنا لا ده انت ازاي لا ما تعمل ليه قطاع عام. يعني هو لما كان ظروفه حتى يعني هي ظروف كانت صعبه، لكن احنا ظروفنا اكثر صعوبه بكتير من بعد الحروب، لاننا مش بس بنعاني اثار حروب، لا كمان بنعاني من اثار فترات طويله جدا من التخلف ومن الاستعمار. بالظبط. لكن هم الحكومه عندهم كانت بتقف ورا الصناعه بالطريقه الذكيه. نعم. ان هي صناعه القطاع الخاص، لكن الحكومه معاه طول الوقت. تبدا من تسهيل الاجراءات بتاعته. تبدا من الدعم المالي. يعني انا حتى قلت سنه 95 فاينانشال تايمز نشرت قالت ان مجموع ما منحته الدول الاوروبيه في الاتحاد الاوروبي، كان في الوقت ده 15 دوله، الى الصناعه 48 مليار دولار. ده في منتصف التسعينات. 95 لما انا كنت في الوزاره. 48 على 15 يبقى اكتر من 3 مليار دولار. مساعده للحكومه مكتوبه كده ستيت ايد فور اندستري. ده في عام واحد. في عام واحد. فانا كنت اقول لهم طيب انتوا بقى ليه بدايكم ايه الدعم الحكومي اللي مصر بتديه للصناعه؟
فهم يردوا بالذكاء وبالالتفاف بتاعهم، يقول لك لا دي مش الحكومه، ده دي الولايات المحافظات، لكن ليست الحكومه المركزيه. طبعا انت محتاج ان يبقى عندك كلام نصب الحقيقه. طبعا يبقى عندك قدره من انك انت تفهم واقعهم ايه عشان تقدر ترد عليهم. لما جم وقالوا لنا الشراكه الاوروبيه وانتم متاخرين في المشاركه الاوروبيه وعايزين الحدود تنفتح وعايزين كذا وعايزين كذا ورفع الحدود، وجه راجل منهم مش عارف كان اسمه ايرهارد ولا ايه كده الماني، وكنا في هامبورغ وكان بيتهم مصر بانها ببطء. قلت له لا، مصر يعني هتفتح كده، انما انا اوجه لك سؤال مباشر، اذا كنت تعترف فعلا باهميه ازاله الحدود بين المنتجات، ما هو الفرق بين المنتجات الزراعيه والمنتجات الصناعيه؟ انتوا بتقولوا الصناعه عشان تفتحوا مصر تبقى سوق لكم، لكن مش عايزين الزراعه عشان انتوا هتبقوا سوق لمصر. يقوم يقول لي اصل احنا عندنا الكومن اجريكلتشرال بوليسي، سياسه الزراعه المتفق عليها بين الدول وهكذا. لكن لما تدخل بقى في التفصيلات، مستثمر مصري راح في ولايه وعمل مصنع، بس كانت ولايه بعيده كده بعد بريمن، فبقول له ايه اللي وداك ده في المانيا؟ في المانيا. قال لي ابدا، ده هناك انا لقيت المقاطعه بتديني مساعده ماليه ما دام هعمل مصنع جديد 30% من الاستثمارات قرض باليورو. قلت له طيب بس هتسدده ازاي؟ قال لي لا، ما هي دي الميزه. قلت له ايه؟ قال لي القرض في شروطه، لو انا اشتغلت 5 سنين يتلغي ما يسددش حاجه، يسقط هذا الدين يسقط عنه. قلت له الله، طب والناس عندهم فلوس؟ قال لي ابدا. انا قعدت بتكلم مع الناس فقالوا لي ابدا، ما هو انت لما تيجي تعمل مصنع هتجيب مقاولين، هتدي لهم مرتبات، المقاولين هيدفعوا ضرائب، هتستخدم مواد، هتدفع ثمنها، هتدفع في ضرائب 5 سنين. بعد كده الحكومه هتكون اخذت منك تقريبا قيمه دفعته قريبه من القرض اذا ما كانش اخده كله، واستفادت بان بقى فيه قوة عاملة وناس بتشتغل بالبلد يعني بتاعنا، إضافة أصل ثروة جديد للثروة في هذا البلد. ده مفهوم مش موجود في مصر. أي واحد دلوقتي عنده مصنع بيطارد من الأجهزة الحكومية، مرة تأمينات الاجتماعية، مرة مش عارف الضرائب اللي متأخرة، مرة قسط الكهرباء اللي هو ما عملش حاجه، مرة مش عارف لا ما احنا مش عايزين ندافع عن انه ما يدفعش التزاماته. لا 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 انا في هناك فرق بين انا بتكلم ما يدفعش التزاماته او انك انت تعطيه الفرصه. يعني انا اعتقد ان مصر يعني في حاجه، يعني انت كنت بتقول يعني الواحد يقول ايه؟ سبه في جبين النظام المصري ان يبقى في عندنا 1000 مصنع او 700 او 300 حسب التصريحات، او خدتها من الدكتور الجنزوري، او خدتها مش عارف من وزير القطاع الاعمال، او خدتها من وزير الصناعه، مقفولين ما بيشتغلوش. لا دي يعني ايه؟ ما ينفعش. يعني ايه مقفول مصنع؟ دي اصول موجوده بالفعل. اصول موجوده. المأساة ان لو حد راح يشغل مصنع دلوقتي يطالب بإيرادات سيادية تخليه يقفل مصنع ويجري، مش يجري بره البلد، بره المصنع، يجري بره البلد. حضرتك انه يبقى في فترة سماح، ماشي، انت هتبدا هتشغل المصنع يعني دلوقتي المصانع المقفولة، الالتزامات اللي عليك في فترة سماح لغاية لما بالظبط. المصانع المقفولة ما بتدفعش تأمينات عمال، ما بتدفعش اقساط جنود، ما بتدفعش قسط الكهرباء، ما بتدفعش ايجار للارض، ومقفول. فيبقى كل الاطراف دي خسرانه. منتظره ايه؟ بعد 3 أو 4 سنين المصنع يتحول الى خرده. وخلاص تبقى خسر ويتسرق، يبقى خسر كل الاطراف. ماذا يمنع الدوله؟ ماذا يمنع الرئيس السيسي انه يعمل مبادره قوميه؟ اي حد يقدر يفتح اي مصنع مقفول بقاله 2 أو 3 يعفى من اي ضرائب سياديه لمده 2 أو 3، وبعد كده نبتدي نحاسبه. يحصل ايه؟ الناس هتطلع فلوس ده اقتراح بتقترحه انا، ده مطلب انا بقول فيه. يعني انا لا استطيع ان افهم ايه البنك اللي يبقى تحت ايده 3 أو 4 مصانع وقافلهم وعمال يزود في فوائد وهو هيخسر، وهو خسران خسران والمجتمع خسران. فده الحقيقه انا بقول ايه، يعني ازاي الحكومات بتاخد الصناعه في الاولويات. انا سمعت من الدكتور عبد العزيز، من الدكتور عزيز الصدقي الله يرحمه مباشره، قال لي لما جه في وزير الصناعه ابو الصناعه المصريه، لما جه وكان القيسوني وزير ماليه، وجمال عبد الناصر القيسوني بيعرض عليه ميزانيه، فقال له انت عرضتها على عزيز صدقي، شفت الصناعه احتياجاتها ايه؟ قال له لا، لما حضرتك توافق في الاول. قال له ازاي؟ انا ما اقدرش اوافق الا بعد ما الصناعه تقول لي انها اخذت احتياجاتها. هكذا تكون الاولويه للصناعه. احنا مصر بنشتكي منين؟
بنشتكي من السكان، من الشباب اللي مش لاقي شغل. هنعلق يفط مش عارف تقول الزياده في السكان ضاره ومش عارف كذا وكذا وكذا، يفط ايه؟ طب ما تفتح المصانع وتشغل الناس. يقوم الانسان بدل ما يبقى قوه مستهلكه يبقى قوه منتجه. تقوم تشتغل زي ما الهند عملت، زي ما الصين عملت. ده فضلا عن انه طبعا في مواد خام بنصدرها ما بناخدش القيمه المضافه بتاعتها. اول ما بنصنعها حتى درجه مرحله اولى بيقفز سعرها قفزات هائله، يعني حتى طبعا لان عندك اللوبي اللي انا بتكلم عليه المستوردين، وعندك اللي بيحصل الناس الماليين، موضوع ان الدولار سعره يرتفع، وكل حتى واردات الحكومه بالدولار، فالحكومه تتزنق فتبتدي تستلف من البنوك. طب احنا البنوك تدي فلوس للناس وهي قاعده. عندنا اغنيه لعبد الحليم حافظ واللي كاتبها العبقري الراحل شاعرنا الكبير والفنان الكبير صلاح جاهين عن الصناعه، ده كمان عن الصناعه الثقيله. خلينا نسمع المقطع ده ونرجع تاني نكمل مع حضرتك. للأفراح والرفاهية حنمد طريق عني، اسمه في الاشتراكية التصنيع التقيل، بس نضاعف إنتاجنا أضعاف أضعاف أضعاف، ونكبر من محتاجنا ونحارب الإسراف، بس نضاعف إنتاجنا أضعاف أضعاف أضعاف، ونكبر من محتاجنا ونحارب الإسراف، وبقرش الادخار نتحدى الاستعمار، ونقيم جدار جبار يحمي حياة العاملين. يعني هي كلمة الإنتاج، مضاعفة الإنتاج والتصدير والتصدير وطبعا في الأول التصنيع. طبعا ما انت إذا إنتاج يعني معناها، يعني إنتاج معناها أنت بتعمل حاجة بتصنعها. طبعا انا مش عايز اشير الى اهميه الصناعات الثقيله، لان الصناعات الثقيله اصلا الميزه فيها انها صناعات قائده. يعني لما بتعمل مصنع لانتاج مثلا الحديد والصلب بيطلع مصانع صغيره بقى تعمل لك المكن الصغير، بيطلع مصانع تعمل لك مش عارف الباكينج، تعمل لك الاضافات، تعمل لك كذا، وبيبقى فيه دي بتبقى قافله ماشيه. الصناعه الثقيله بتقود الصناعات هي الأخرى. القاطره اللي بتقود وبتبقى اساس المبنى بقى المبنى النهضه. لكن لو فضلنا في الصناعات الخفيفه ديت خلاص تصنع وتبقى مش عارف تبيع الانتاج بتاعك. صحيح. لان ما حدش بياخده. وما تقدرش انت تسافر وتعمله وتبيعه، لان يطلع سعره اغلى من الحاجات اللي جايه من الدول اللي هي بتساعد الصناعات بتاعتها. انا وغير بقى مدخلاتها يعني اللي هي بتبقى يعني فيه. انا يعني عايز اخد فرصه دي بس كده بالصدفه. الاسبوع اللي فات كان في مقاله نشرها السفير علاء الحديدي، كان في وفد مجموعه مع السفراء بيزوروا هارفارد. ويتكلموا عن النمو والتنميه والدول اللي تقدمت، وبعدين المجموعه اللي في هارفارد ديت عملوا لهم زياره لعدد من الدول. فراحوا الى كوريا. وكوريا كلمتهم ان احنا كوريا الجنوبيه اللي احنا كنا في الخمسينات والستينات سابقينهم في التصنيع. يعني هو كاتب بيقول ايه اللي عملته الحكومه الكوريه. يعني سمحت لي اقرا بس سطرين ثلاثه. يعني هو كاتب بيقول ايه: خلصت الى ضروره عدم اهدار الموارد في صناعات او مشاريع اخرى لا جدوى اقتصاديه منها، وعليه حددوا هم مجالات الصناعه. اذا التخطيط، الدوله تخطط مش للمبادرات كده وخلاص. بالظبط كده. وعليه قدمت الحكومة عدة حوافز للقطاع الخاص في شكل قروض ميسرة للغاية. ده مش موجود عندنا. فوائد متدنية تكاد تكون رمزية في الصناعات اللي هي الدولة حددوها في الخمس قطاعات من البنوك الحكومية، وإعفاءات وتخفيضات ضريبية ملموسة. الزملاء اللي بيقول لك الإعفاء من الضرائب ما يجيبش مستثمرين، امال المستثمر هيجي ليه؟ عشان يستمتع وهو بيتغزل في الشباك الواحد؟
لا هم بيقولوا يعني انه يعني ان الاعفاء من الضرائب مش بالضروره هو اللي يعني يغري المستثمر، لكن في اشياء اخرى تغري لانه هيدفع ضرائب. وطرح اراضي لبناء مصانع عليها باسعار رمزيه، والعمل على فتح اسواق خارجيه لهذه المنتجات تحديدا، وغيرها من الاجراءات والقرارات التي تهدف الى تشجيع هذه الصناعات وتطويرها وحتى تستطيع أن تقف على قدميها والمنافسة في السوق الدولية. ولكن الجانب الآخر من العملة كما يقال كان السياسات السلبية التي تبعتها الحكومة إزاء الصناعات الأخرى، وحتى يعزف رجال الأعمال عن الاستثمار فيها. احنا هنرجع للنقطة دي بالتحديد، بس هزينك في فاصل كده معلش، يعني دايما بيغلس علينا الفاصل، لكن مضطرين ناخده. نطلع الفاصل ونرجع لبعض تاني. بجد تحية لحضراتكم مرة تانية، وبنواصل الحوار مع الأستاذ الدكتور إبراهيم فوزي. وكنت يا دكتور بتنقل عن مقال كتبه السفير علاء الحديدي في صحيفة الشروق أظن. بالظبط. عن ملاحظات وتجربة من زيارة لكوريا. وكيف تعمل كوريا الجنوبية طبعا، وكيف يعني خططت للنهضة اللي انتهت إليها دلوقتي واحدة من أهم الدول الصناعية في العالم، اللي كنا في خمسينات وستينات القرن الماضي سابقينها بمراحل. كنا واقفين عند الجزء اللي بيتكلم فيه عن انه هو في نوع من الصناعات طبقا للاستراتيجيه اللي عاملاها الدوله والحكومه بتدعم، وفي نوع من الصناعات بتعرقلها كمان، يعني مزبوط. حتى استخدامه للتعبير مزبوط. ده هي الصناعات اللي هم حددوها قال لك هم كانوا لا يزيد عن اصابع اليد الواحده، منها السيارات والالكترونيات والسفن، ضمن صناعات اخرى لا اتذكرها. انما واضح دلوقتي ان كوريا متقدمه جدا في السيارات، في الالكترونيات، في السفن. هو كان بيقول بقى ايه؟ ان المجالات اللي غير ديت ارتفعت الضرائب على الصناعات والأنشطة الصناعية والتجارية الأخرى، فضلا عن تعقيد الحصول على الموافقات المطلوبة من أجل بدء الإنشاء والعمل في هذه الأنشطة غير المطلوبة، مع وقف ضخ منح القروض والتسهيلات من البنوك الحكومية لهذه الأنشطة أو المشاريع، ناهيك عن صعوبة الحصول على أراضي للاستثمار خارج القطاعات. إذن يعني التي حددتها الحكومة. يعني لازم في رؤية عند الدولة، هي الدولة هي اللي بتحدد طبعاً. وعلى أساسها بتقول أنا أساعد هنا بالظبط، وأدعم هنا، وهنا أعطل هنا شوية لأن مش محتاجاها ضمن الخطة بتاعتي. تمام كده. واللي بتديني ميزة. ناس كتير تسأل، أو يعني ده سؤال لازم يطرح مهم قوي، هل احنا ما نملكه الآن من قاعدة وخريطة صناعية يصلح لأننا نبني فوقيه نهضة حقيقية وبسرعة؟ بدون شك. بدون شك. وعايز أشير كمان إلى أن هناك يعني موارد مالية كثيرة حصلت. لا أنا أقصد الأول إننا في البيز الأساس من الاتحاد الأوروبي لبرنامج تحديث الصناعة. يعني حتى الصناعات اللي هي متعثرة بعض الشيء أو تحتاج إلى مساعدة في الإدارة أو في التكنولوجيا، هناك أموال تساعدها على أنها تتقدم إلى الأمام. نعم. فبدون شك القاعدة اللي عندنا ديت مش موجودة عند دول أخرى، ولا بد من الاستفادة بها، وهي من التنوع بحيث انه ده يديك فرصة هائلة للاختيار وللتخطيط. بالظبط. ما تقدرش تهمل الحاجات اللي موجودة وتبتدي من الصفر، ما ينفعش. وهي موجودة وبقى عندنا فيها خبرة بالظبط، وبقى فيه خبرة يعني بقى بتجاسر كده يعني باعتبار ده يعني في علم يعني في التنمية زي ما حضرتك تعرف ليها تعريفات كتيرة جدا، منها مثلا تعريف بيقول وانا وقفت قدامه انه احد اوجه او زوايا او الادلة على تنمية حقيقية تحدث في بلد ما هو انه بيبني قدرته على صناعة الآلة التي تصنع الآلة. بالظبط كده.
فيعني حكايه بقى ان التصنيع تقيل لا والبتاع لا هو بيعمل شيبسي وشوكولاته لا ما هو لو هو بيمارس مع اهميه طبعا ان احنا نعمل السلع، يعني في السلع الاستهلاكيه ننتجها، لكن البناء الاساس هو الصناعات الثقيله. انا عايز اقول لك ان انا يعني زرت من حوالي 3 شهور كده واحد في مصنع في العبور، وهو بيعمل كده، بيصنع المكن الذي ينتج السلع الغذائيه ويصدره للسعوديه والخليج. ولما انا سالته، والله ده يحتاج تشجيع طبعا، لكن ازاي تشجعه؟ يعني قطاع خاص. ولما سالته قلت له الله، طب الصين والجماعه دول والهنود دول ما بيعملوش مكن؟ قال بيعملوا. قلت له طيب وانت بتنافسهم؟ قال لا. قلت له ازاي؟ قال لي هم بيبيعوا اظن كان 20,000، انا ببيع ب 50,000. قلت له طب ايه اللي بيخلي حد يجي يشتري منك من السعوديه؟ قال لي ان انا ما ببيعش لاي حد، اللي عايز يشتري بقول له ابعت مهندس يقعد معايا 15 يوم يشغل المكنه، ولما تعطل يشوفها بتعطل ازاي، وازاي يطلب قطع الغيار ويعمل كذا، وبقف معاه طول الوقت. انما الصين بتدي له مكنه رخيصه، اول ما تشتغل يروح يطلب قطع غيار ما يلاقيش. انا عايز اقول هو ده الراجل عمل لنفسه ميزه نسبيه، اللي بيعيش مع الاله لازم يطورها. لازم يطورها. طب بمناسبه العاشر من رمضان، ابتداء من ثمانينات القرن الماضي، يمكن نهايه السبعينات كمان، بقينا نسمع عن المدن الصناعيه في العاشر من رمضان، في 6 اكتوبر، في عدد من المدن الصناعيه، العبور، غيرها، عدد كبير يعني كمان من المدن الصناعيه. لكن ما حسيناش انه، ولا ده احساس كاذب، ما حسيناش انها اضافت الى النهضه الصناعيه المصريه ما يجعلنا نقول انها كانت بالفعل اضافه حقيقيه للصناعه. لا انا اعتقد الاحساس ده مش دقيق. ليه؟ لو قلت انها لم تضيف، طب مصر بتصدر منين دلوقتي؟ من المناطق دي طبعا، من المناطق دي وليس من غيرها. هو في اوائل بس كان وراها بقى التخطيط ده اللي زي اللي حصل في كوريا طبعا. يعني انا عايز عندي ميزه نسبيه في النوع ده من الصناعات فبشجعها. في ذلك الوقت كانت كل المنح اللي بتيجي لمصر ماليه بيوجهها النظام الحكم الى البنك الصناعي، فبيقرضها للصناع بفايده متدنيه جدا زي بتاع كوريا. ما كانش حد يقدر ياخد القرض ده عشان يروح يبني بيه كومباوند يبني للصناعه بتاع سياحيه. وكان الضرائب على الصناعه اقل من الضرائب على الانشطه التجاريه. وكان الارض بياخدوها بسعر رخيص جدا وبالتقسيط على 10 سنوات. طب الوضع ده اتغير دلوقتي؟ طبعا اتغير. يعني دلوقتي لما حد يعمل مصنع، دلوقتي لو حد قدم على مصنع يقوم يقول له انت عايز 50,000، طيب هتدفع على كل متر مش عارف 100 جنيه، ورخصوها بقت 50 جنيه ضمانه ليه؟ عشان جايز تاخد الارض وما تعملش عليها مصنع. الله، بقى انت الراجل بدل ما تديله فلوس عشان يشتغل، يعني واحد مصري ايضا راح تركيا وعمل مصنع هناك، وبيحكي لي راح وقال لهم انا معايا الفلوس وعايز ادفع ثمن الارض عشان سعر العمله والكلام والبتاع ده. فالراجل التركي قال له هي الارض انت هتسرقها وتمشي؟ روح بالفلوس بتاعتك دي اشتري مكن واشتري خامات واشتغل، ولما تكسب ابقى تعالى ادفع. بس هو المشكله ان حصل يعني كوارث بالذات في الاراضي، في اراضي الدوله اللي خدوها علشان يعملوها مزارع، عملوها. لا انا لا اتحدث عن اللي خدوها. لا انا لا اتحدث عن اللي يعني الدوله تبقى عايزه تضمن انه ياخد الارض. انا لا اتحدث عن المزارع، لا انا اتحدث عن مصنع. هو اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان واحد بيبتدي ياخد ارض يعمل عليها مصنع، يقوم يدفع هنا ويدفع هنا ويدفع، ويجي بعد سنه ولا 2 يتعثر. يعمل ايه؟ يتنوا نايم جنب الارض، يستلف، يعمل. فساعات يقول لك ايه؟ والله في واحد جاي يشتري الارض ديت، انا ابيعها له وامشي. تقوم الحكومه تقول له لا، ده احنا هنحبسك. تحبسك ليه؟ هي الحكومه لما توافق يقول لك ده سقع الارض. الله، هي الحكومه لما وافقت لعلي انه ياخد 10,000 متر يعمل عليهم مصنع، بحث دراسات الجدوى ماشي. هل هي قصده ان علي لازم هو اللي يعمل مصنع؟ افرض ان علي تعثر وجه عبد الرحمن وعمل هو المصنع. هي الحكومه قصدها ايه؟ مساعده شخص ولا مساعده البلد؟
وجه واحد تاني اشترى الارض من بنفس الراجل ده. الشروط هيعمل عليها مصنع. مالكش دعوه بنفس الشروط، انما القضيه الحكومه بتبيع ب 10 جنيه. جه عبد الرحمن ده اشترى من الراجل ده. لا انا اقصد نفس الشروط بمعنى مصنع ان هذه نشاط. مخصصه لمصنع. طبعا ما هو مش اشترى هيجي يعملها لعقارات. اشترى المصنع عشان يكمله. ده طبعا مش كده؟ لازم، دي منطقيه. مش كده؟ ده دفع فيه فلوس كتير. يقول لك ايه؟ يبقى راجل تربح. يعني ايه تربح؟ طب هو الراجل اللي بيدفع فلوس كتيره ده ليه ما راحش اخذ من الحكومه؟ لانه لو راح قدم في الحكومه يقول له استنى 3 سنين. وزير الصناعه نفسه قال الترخيص الصناعي كان بياخد 634 يوم. فيبقى لما حد يكون عنده فلوس وعايز يشتغل ما يقدرش يستنى 600 يوم ومش عارف النتيجه هتيجي ايجابيه ولا سلبيه. لكن لو واحد معاه التراخيص ومعاه كذا ومعاه كذا، انت بتعمل ايه؟ مصنع وانا اللي يهمني في الاخر ان المصنع يتعمل. بالظبط. الحفاظ على النشاط الصناعي الانتاجي هو يعني السبيل يكاد يكون الوحيد لنهضه هذه الدولة التي نعيش فيها. أنا بشكرك جدا يا دكتور، وللأسف الوقت تسرب مننا، لكننا استفدنا جدا واستمتعنا أيضا جدا. بأشكر حضراتكم وبذكركم قبل ما أترككم في رعاية الله حتى نلتقي الأسبوع الجاي يوم الخميس بالسوشيال ميديا، بالفيسبوك، موقعنا الوقائع على الفيسبوك. بشكركم جدا ومساء الخير.